تعرف إن واحد من كل 5 طلاب جامعيين بيعاني بشكل من أشكال الرهاب الاجتماعي. ممكن تحس إن الكلام ده غريب، لكن الحقيقة غير كده خالص. تخيل معايا الموقف ده: أنت دلوقتي في قلب المحاضرة، قاعد في الصف السادس ورا مع صاحبك وقاعدين بتتكلموا، والدكتور كان في وسط الشرح وفجأة لقيته بينده عليك بيقولك تعالى يا ابني حل المسألة دي على السبورة. طبيعي إنك هنا هتحس بالإحراج، خصوصا لو أنت مش عارف الإجابة، وممكن يكون هدف الدكتور أصلا إن هو يحرجك عشان يعلمك تحترمه لما يكون بيشرح، وهو حقه بصراحة، ما انت اللي بجح يعني. هو عمره ما هيعمل كده غير لو شافك بتكرر الموضوع كذا مرة. بس ساعتها لو لقيت ان قلبك بيدق بسرعة وايدك بتعرق وبدأت تتوتر قدام الكل ومش عارف تتكلم، وواقف حاسس ان باقي الطلبة بيتريقوا عليك ومستنيينك تغلط، انت هنا بنسبة كبيرة واحد من الناس اللي بتعاني من الرهاب الاجتماعي. لكن ما تخافش يا صديقي، الموضوع مش صعب زي ما انت فاكر، وممكن تقلل من اثره عليك عشان تقدر تتعامل مع الناس بشكل افضل، وتقدر تكون انسان واثق في نفسك ومش مهتم بنظرة الناس ليك. لو عايز تحسن من نفسك فعلا وتتغلب على الرهاب الاجتماعي، وتعرف هل هو مرض نفسي ولا حالة ممكن تتغلب عليها لو زودت ثقتك في نفسك، خليك معايا وصلي على النبي. يلا بينا نبدأ. الرهاب الاجتماعي أو السوشيال انكزايتي ديس اوردر هو اضطراب قلقي مزمن متمثل في الخوف الشديد من المواقف الاجتماعية اللي ممكن يتعرض فيها الشخص للمراقبة أو الحكم عليه من الآخرين، زي مثلا الوقوف والكلام قدام جمهور زي ما حصل في القصة اللي في المقدمة، أو ممكن يحصل مثلا في انترفيو شغل أو لو حد بيكلم حد جديد عليه. وده معناه إن الرهاب الاجتماعي فعلا مرض نفسي، وكمان يعتبر من أكتر أنواع اضطرابات القلق شيوعا. والرهاب الاجتماعي بيتميز بأعراض نفسية وجسدية، أنا هلخصها لك دلوقتي. الأول عندك الأعراض النفسية، وهي بتتمثل في الخوف الشديد من التفاعل الاجتماعي، بحيث إن الشخص بيشعر بقلق شديد قبل أو أثناء ما المواقف الاجتماعية بتحصل معاه. مواقف عادية كلنا بنمر بيها ممكن تكون مرعبة بالنسبة له، زي إن هو يضطر يشتغل على مشروع مع جروب مثلا. الخوف من الإحراج أو الحكم السلبي، الشخص ده بيكون خايف جدا يقول رأيه أو يخش في نقاش، وعامل ألف حساب لكلمة الناس اللي ممكن تنتقده أو تتريق عليه. بسبب الأفعال أو الكلام اللي هو بيقوله بيخاف جدا إن هو يبدي رأيه في أي موضوع. التفكير الزائد قبل وبعد المواقف الاجتماعية، الشخص ده ممكن يقعد فترة طويلة جدا يفكر يا ترى كان شكلي عامل إزاي، ويا ترى الناس فكرت ايه بعد ما الموقف يكون عدى اصلا، لكن باله بيفضل مشغول وقلقان وواقف على الموقف ده، لدرجة ان هو ممكن يتجنب ان هو يخش في مواقف زي دي بعدين. كانت دي الاعراض النفسية، لكن بالنسبة للاعراض الجسدية عندنا حاجات تانية زي تسارع دقات القلب بسبب القلق والتوتر الزايد، التحرك المفرط والغير طبيعي في درجات حرارة منخفضة، رعشة واهتزاز بتظهر على الأطراف. يعني مثلا لو حد قال له اطلع اكتب حاجة على السبورة، ممكن ما يعرفش يمسك القلم أصلا من كتر ما إيده بتترعش. اضطرابات في الجهاز الهضمي زي المغص أو الإسهال بسبب التوتر، شعور بضيق في التنفس أو دوخة بسبب الضغط النفسي. طب إزاي تتأكد إن اللي عندك فعلا رهاب اجتماعي مش خجل مفرط وكسوف بزيادة؟ الخجل أو الكسوف بيختفي مع التعود، لكن الرهاب الاجتماعي بيأثر على الحياة اليومية زي الدراسة أو الشغل لفترة تزيد عن 6 شهور. هتحتاج تراقب ردود فعلك في المواقف الاجتماعية. لو لاحظت ان انت بتحس بتوتر شديد في مواقف معينة زي انك تتكلم مع ناس غريبة، دي ممكن تكون علامة. فلو كان عندك اعراض زي اللي انا لسه قايلها من شوية لدرجة ان هو بيأثر على حياتك وممكن ان انت تهرب من مناسبة أو ما تعملش نشاطات مع زمايلك، والموضوع ده مستمر معاك لفترة أكتر من 6 شهور، ساعتها أنت فعلا ممكن يكون عندك رهاب اجتماعي. وهنا بنصحك إنك تشوف حد متخصص، وهو هيساعدك على إنك تطلع بتشخيص صح ويكتب لك علاج إذا كنت محتاجه، عشان الموضوع ده ما يأثرش على دراستك وحياتك الشخصية وعلاقتك بالناس. بس لحد ما تتأكد إنك عايز تروح لمتخصص، وفي خلال ال6 شهور دي أنا هقولك على 4 خطوات عملية تجربها ممكن تحسن من الموضوع، ممكن تساعدك تتخلص من الرهاب الاجتماعي لو الحالة اللي عندك بسيطة أو كانت مش رهاب حقيقي ولكنه خجل مفرط. الخطوة الأولى هي تمارين التنفس العميق، ليها أنواع كتير، بس في حاجة زي البوكس بريثنج مثلا اللي شرحتها في الفيديو اللي فات بتاع القلق والتوتر. التمرين ده بيساعدك إنك تقلل الضغط النفسي عليك، وإنك تهدي الجهاز العصبي اللا إرادي، وبيقلل إفراز هرمون الكورتيزول المسؤول عن التوتر. وباختصار كده أنت هتاخد نفس من مناخيرك لمدة 4 ثواني، هتكتمه لمدة 4 ثواني، وتطلعه في 4 ثواني، وتكرر الموضوع ده 4 مرات. ممكن تجرب تعمل الموضوع ده قبل انترفيو أو امتحان شفوي أو برزنتيشن، بحيث إنك تهدي نفسك قبل الحاجة الكبيرة اللي أنت داخل عليها. الخطوة التانية هي التعرض التدريجي للمواقف، بحيث إنك هتكتب قائمة بالمواقف الاجتماعية اللي بتخاف منها، وهترتبها من الأقل خطورة للأكتر خطورة. يعني مثلا في الأول حاجة أقل خطورة زي إنك تكلم شخص غريب عنك تسأله عن المحاضرة كانت بتتكلم عن إيه أو عايز جزء منها، وحاجة أعلى خطورة زي إنك تقدم برزنتيشن قدام المدرج كله. طبعا في الأول الموضوع ده بالنسبة لك كأنه انتحار، بس أنت لازم تتدرب عليه واحدة واحدة. في الأول هتتخيل في دماغك المواقف دي وتحاول تفكر إزاي أنت ممكن تتعامل فيها بشكل صح من غير ما تسبب لنفسك إحراج. بعد كده هتبدأ بمواجهة المواقف السهلة في الأول، وتقصد إن المواقف تتكرر عليك وتروح لها بنفسك.
لحد ما تتعود عليها وتحس إنها خلاص ما عادتش بتجيب لك قلق ولا توتر، وبعدها تروح للأصعب في الأصعب. ده هياخد منك شوية وقت، لكن هتكتشف مع الوقت إن الموضوع ده بيساعدك فعلا ويقلل التوتر الناتج، وهتلاقي إن نص الحاجات اللي كانت بترعبك بقيت بتعملها عادي، لأن الطريقة دي بتقلل حساسية الموقف عليك، لأنها بتعيد برمجة عقلك بحيث إن الحاجة اللي أنت كنت شايفها كبيرة وصعبة جدًا مع التكرار بقت سهلة وعادية. الخطوة التالتة هي إعادة صياغة الأفكار السلبية. فكر في إيه الأفكار السلبية اللي بتيجي في دماغك، حاجات زي هيتريقوا عليَّ لو قُلت رأيي، وبدّلها بأفكار إيجابية واقعية، زي إنك تعرف إن معظم الناس فعلًا هتسمعك وهتحترم رأيك، وإن اللي بيتريق ده بيعمل كده عشان هو شخص غير سوي أصلًا. كل اللي عليك إنك تبين له إن أنت مش مهتم بيه ولا فارق لك، وخليك متمسك برأيك وتقبل النقاش، وما تسمحش لحد يسخر منك. الخطوة الرابعة هي إنك تعدل شوية في نمط حياتك. حاول تشارك في رياضات جماعية زي إنك تنزل حجز كورة مع أصحابك مثلا، ده هيساعدك على كسر حاجز الخوف الاجتماعي ويخليك تتعامل في إطار ودي، وهيحسن مزاجك لأنه هيعلي من إفراز هرمون الإندورفين. بعد كده يجي دور النوم بشكل كافي ومنتظم. قلة النوم بتخلي أعصابك مشدودة وده بيزود من التوتر والقلق. حاول تنام على الأقل من 7 ل 8 ساعات في اليوم، لأن قلة النوم بتأثر عليك نفسيا وجسديا بشكل مش طبيعي، وأنا اتكلمت على الموضوع ده قبل كده، هسيب لك لينك الفيديو اللي اتكلمت فيه عن النوم في الآخر. وحاول تقلل من استخدام الكافيين لأنه بيحفز الجهاز العصبي وبيزيد من التوتر والقلق. وفي آخر اليوم سجل ملاحظات لأي مواقف أنت تعرضت لها وأنت اتعاملت معاها إزاي، ده هيساعدك تعرف إذا أنت بتتحسن مع الوقت ولا لأ، وهيساعدك تعرف نقاط ضعفك اللي أنت عايز تحسنها بعد كده. بس لو جربت كل الكلام ده لمدة 6 شهور ومفيش حاجة نفعت معاك، هنا أنت ضروري تروح تكشف عند حد متخصص، وهو اللي هيقدر يساعدك فعلا قبل ما الوضع يكون أسوأ. وفي الآخر أحب أقولك إنك تخليك واثق في نفسك، وتكون واثق إن التغيير ممكن، وإن بكرة هتلاقيك قادر تدخل أي مكان وتتكلم مع أي حد بكل ثقة، وأنا معاك وبشجعك. اكتب في الكومنتات لو أنت بتعاني من أي حاجة من الحاجات اللي قلناها دي، وخليني أنا أو الزملاء اللي في الكومنتات نشجعك. إحنا هنا عشان نتطور سوا. كان معاكم مستر، وسلام.